أهلا بكم أبطال سنة 6. النهاردة هناخد الدرس الثاني في الوحدة الأولى بعنوان الصناعة والتكنولوجيا في وطننا العربي. يعني إيه كلمة الصناعة؟ يقولي هو عملية تحويل المواد الخام إلى منتجات. عملية تحويل المواد الخام إلى منتجات لتلبية احتياجات الإنسان اليومية. زي مثلا المادة الخام زي الخشب. أنا بجيب خشب وبحطه عندي في المصنع وبعمل منه ترابيزات، كراسي، أوض سفرة، سراير. دي اسمها عملية تحويل المادة الخام إلى منتجات. تمام؟ أو مثلا القطن، محصول القطن أجيبه أعمل له حاجة اسمها غزل ونسيج، يبقى قماش. يبقى إيه؟ يبقى قماش أقدر أفصل منه قمصان، براطيل، جواكت. تمام؟ أو أعمل مثلا السجاد اللي احنا بنشتريه ده. يبقى هي دي الصناعة، بحول حاجة لحاجة تانية، بحول مادة خام لمنتجات الناس تشتريها تلبي احتياجاتهم. تمام؟ يبقى هي عملية تحويل المواد الخام إلى منتجات لتلبية احتياجات الإنسان اليومية. دي الصناعة. طيب مقومات الصناعة أو عوامل الصناعة، إيه الحاجات اللي أنا بحتاجها عشان يكون عندي صناعة؟ قال لي في عندي مقومات طبيعية ومقومات بشرية. المقومات الطبيعية زي الموقع، المكان، هل يسمح بوجود يكون فيه صناعة ولا لا؟ المواد الخام موجودة ولا لا؟ مصادر الطاقة زي البترول، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الطاقة الشمسية، ده كله مصادر طاقة لازم تكون متوفرة. والمقومات البشرية زي الأيدي العاملة، يعني الناس العمال، المهندسين اللي هيبقوا في المصنع، دي اسمها الأيدي العاملة. رؤوس الأموال، الفلوس اللي أنا هعمل بيها المصنع وهشتري بيها مواد خام وهدفع للناس العمال الأجور بتاعتهم. وسائل النقل والمواصلات، بعد ما أعمل المنتج بتاعي هنقله على إيه؟ هنقله طبعا في عربيات أو في قطارات أو في طائرات لو هصدره بره. وفي عندي الأسواق، السوق، المكان اللي أنا هبيع فيه المنتجات بتاعتي. مثلا عملت قمصان، هبيعها فين؟ جوه البلد ولا هصدرها بره للدول التانية؟ دي كلها مقومات الصناعة. يبقى مقومات طبيعية، مقومات بشرية. طيب أنواع الصناعات في الوطن العربي. أنواع الصناعات في الوطن العربي بيقول لي تنقسم إلى عدة أنواع. في الصناعات الاستخراجية، من اسمها استخراجية، بستخرج حاجة من باطن الأرض. بيقول لي هي صناعة تعتمد على استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض، زي استخراج البترول والغاز الطبيعي والفوسفات والحديد. بجيب آلات عملاقة بتحفر في الأرض وتطلع البترول أو الغاز الطبيعي أو معادن زي الفوسفات والحديد. طيب الصناعات التحويلية، من اسمها بحول حاجة لحاجة. يقول لي تعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات جديدة، زي الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج. أنا جبت محصول زي محصول القطن وعملت منه قماش، يبقى ده حولته لمنتجات جديدة، بقى عندي قماش. تمام؟ او مثلا محصول زي المحصول الطماطم، جبته وعملت منه الصلصة اللي احنا بنشتريها دي كلها صناعات تحويلية. طيب في عندي الصناعات الاستهلاكية، دي بترتبط مباشرة بحياة المواطن واحتياجاته اليومية.
زي ايه؟ زي صناعة الملابس. انا جبت القطن وعملت قماش، بعد كده خدت القماش اعمل منه بقى قمصان، بناطيل، كلام من ده، صناعة الملابس. او الاغذية، جبت مثلا اللبن وابتديت اعمل منه جبنة. تمام. والاثاث، الخشب، بجيب الخشب اعمل منه كراسي، ترابيزات وكده. طيب الصناعات الحديثة او التكنولوجية دي بترتبط بالتطور العلمي والتكنولوجي، زي صناعة الالكترونيات والسيارات. زي الموبايل اللي انت بتشوفه ده اللي معاك، ده اسمه صناعة الكترونيات، دي حاجات الكترونية. الشاشة بتاعت التلفزيون الكترونيات، الكمبيوتر الكترونيات. وفي السيارات صناعة السيارات. تمام، يبقى دي الصناعات الحديثة التكنولوجية. طيب بيقول لي الصناعات الرئيسية في الوطن العربي. ايه هي بقى الصناعات اللي موجودة فعلا في الوطن العربي؟ صناعة تكرير البترول والغاز الطبيعي، تمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي في عدة دول زي السعودية والكويت. الصناعة دي عبارة عن بيجيبوا آلات كبيرة، بيستخرجوا البترول والغاز الطبيعي في السعودية والكويت والإمارات ودول كتيرة، وعندنا في مصر برضو. بيطلعوا البترول والغاز الطبيعي ويبتدوا يعملوا مصانع تعمل بقى عملية تكرير للبترول، يطلع منه منتجات. تمام، زي البنزين، السولر، الحاجات اللي بتمشي العربيات. طيب الصناعات الغذائية تعد من أهم الصناعات بما تفسر. ليه؟ قال لي لأنها توفر احتياجات السكان وتحقق الأمن الغذائي للوطن العربي. يبقى الصناعات الغذائية، يجي لي سؤال بما تفسر تعد من أهم الصناعات، أقول له لأنها توفر احتياجات السكان وتحقق الأمن الغذائي للوطن العربي. طيب صناعة الغزل والنسيج، بيقول لي تعتمد على القطن والكتان والألياف النباتية. محصول القطن والكتان وفي أنواع تانية من النباتات بيجيبوها يحطوها في المصنع تطلع ايه؟ قماش، سجاد، وكلام من ده. طيب صناعة الحديد والصلب والأسمنت. الحديد والصلب والأسمنت اللي أنا ببني بيه البيوت والشركات والمصانع، هي الأساس لمشروعات البناء والتعمير والتوسع العمراني. هي اللي بتبني البيوت، لازم أسمنت وحديد، والشركات والمصانع وكل أي مبنى لازم يكون فيه حديد وأسمنت. تمام. طيب مناطق تركز الصناعات في الوطن العربي. طب الصناعات دي موجودة فين؟ بيقول لي تنتشر المناطق الصناعية في الوطن العربي في عدة دول أو في عدة أماكن. دلل، اثبت. أقول له في شمال إفريقيا. شمال إفريقيا زي مين؟ زي مصر والجزائر والمغرب. في الخليج العربي زي السعودية والإمارات والكويت. في بلاد الشام اللي هي سوريا والأردن. تمام. ادي 3 مناطق بتتركز فيها الصناعات في الوطن العربي. شمال افريقيا مصر والجزائر والمغرب، حيث تقوم الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات البترولية. ادي 3 صناعات اهم: صناعات غذائية، صناعات غزل ونسيج، صناعات بترولية. فين؟ في شمال افريقيا، في مصر والجزائر والمغرب. طب في دول الخليج، السعودية والإمارات والكويت تشتهر بالصناعات البترولية والبتروكيمائية. تشتهر بالصناعات البترولية، الصناعات اللي مرتبطة بالبترول، الصناعات المرتبطة بالبترول والغاز الطبيعي. تمام. طيب في بلاد الشام زي سوريا والأردن. سوريا
والأردن. تنتشر فيها صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية. تنتشر فيها صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية. تمام؟ طيب، الصناعة البتروكيميائية اللي هي في دول الخليج دي بيقول لي تعتمد على البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لإنتاج مواد تستخدم في صناعات أخرى. بيطلع منها مثلا البنزين، السولر، في حاجات تانية من مشتقات البترول بتخش في صناعة اللدائن. في حاجة اسمها اللدائن هتاخدوها بعدين، زي البلاستيك كده. شفتوا الاستك؟ الاستك اللي احنا بنحط فيه الفلوس وكده، اهو الاستك ده مصنوع من مشتقات البترول، المادة اللي هي الايه اللي بتمط معاك دي ده. تمام؟ طيب، ادي خريطة توزيع بعض الصناعات في الوطن العربي. اللي باللون الاحمر ده صناعة الغزل والنسيج. موجودة فين؟ احنا قلنا في مصر، في شمال افريقيا. في مصر اهي، وادي الجزائر وادي المغرب. تمام؟ طيب، الصناعات الغذائية فين؟ برضو في شمال افريقيا، في مصر والجزائر والمغرب. الصناعات البترولية والبتروكيميائية اللي هي الدايرة السوداء دي اهي، موجودة في مصر اهي، وموجودة في الجزائر، وموجودة برضو في المغرب. يبقى شمال افريقيا في التلات صناعات: صناعة غزل ونسيج، صناعات غذائية، صناعات بترولية وكيميائية. طيب، نشوف الجانب الاسيوي في ايه. هنلاقي في صناعة الغزل والنسيج في الاردن اهي، وادي سوريا. تمام؟ طيب، الصناعات الغذائية برضو في سوريا والأردن. طيب، الصناعات البترولية والبتروكيميائية هنلاقيها بقى اهي في الكويت، في الإمارات، قطر، السعودية. البترولية، الحاجات اللي متعلقة بالبترول هتلاقيها في الايه في دول الخليج العربي. تمام؟ طيب، بيقول لي بما تفسر تقام المناطق الصناعية بالوطن العربي بالقرب من مصادر الطاقة والمواني والطرق الكبرى. المناطق الصناعية لما بيجوا بيعملوا مصانع كبيرة بتبقى لازم دايما قريبة من مصادر الطاقة. لازم يكون جنبها كهرباء او بترول او غاز طبيعي. لازم يكون في مصدر طاقة عشان يشغل المصنع، ولازم يبقى جنب المواني عشان يسهل نقلها، عشان اسهل نقلها. تمام؟ احطها مثلا على مركب لو هي رايحة تتصدر بره. ولازم يكون طرق كبرى، لازم برضو تبقى جنب الطرق عشان سهولة النقل والمواصلات، عشان اعرف احطها على العربيات وتمشي تروح في الاسواق. تمام؟ طيب، ليسهل نقل المواد الخام والمنتجات وتقليل تكلفة الانتاج. لو الطرق بعيدة هحتاج ان انا اوصل المنتجات دي للطريق وبعد كده توصل للاسواق. لا، انا عايز على طول تبقى على الطريق عشان تقلل من الفلوس اللي هتدفع. مش هنقلها انا كذا مره، يعني اجيب عربيه انقل شويه وبعد كده احطه في عربيه تانية انقل شويه وهكذا لحد. لا، لو في طريق على طول العربيه هي نقله واحده وتمشي في الطريق. تمام؟ يبقى تقام المناطق الصناعية بالوطن العربي بالقرب من مصادر الطاقة والمواني والطرق الكبرى ليسهل نقل المواد الخام والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج. طيب، بيقول لي المراكز الصناعية في الوطن العربي. أنشأت مصر مجمعات صناعية كبرى، مصانع كبيرة. زي إيه؟ زي مجمع الجلالة لصناعة الرخام، مجمع اسمه مجمع الجلالة لصناعة الرخام. الرخام ده اللي بيبقى في البيت، العتبة اللي عندنا دي بيعملوها رخام، ساعات تلاقي في بيوت كده عاملينها رخام.
ومجمع الحديد والصلب في حلوان. يبقى لما يجي يقول لي دلل، اثبت، هات دليل ان مصر فيها صناعات كبرى، اقول له والله عندنا مجمع الحديد والصلب في حلوان، او مجمع الجلالة لصناعة الرخام. طيب السعودية، المملكة العربية السعودية، بيقول لي أسست مدينتي الجبيل وينبع، مدينة الجبيل ومدينة ينبع، وهما من أكبر المراكز العالمية في الصناعات البتروكيميائية. تمام؟ يبقى برضو يجي لي يقول لي دلل، اثبت إن المملكة العربية السعودية فيها مراكز صناعية. أقول له في مدينتي الجبيل وينبع، وهما أكبر المراكز العالمية في الصناعات البتروكيميائية. طيب أهمية الصناعة، إيه هي أهمية الصناعة في الوطن العربي؟ بقول له تعد الصناعة من الركائز الأساسية لتقدم الشعوب ورفاهية الإنسان. تعد الصناعة من الركائز الأساسية لتقدم الشعوب ورفاهية الإنسان. يعني بتعمل إيه؟ دلل. أقول له توفر احتياجات السكان المختلفة من المنتجات. توفر احتياجات السكان، بتوفر احتياجات الناس من المنتجات، سواء منتجات غذائية، منتجات بترولية، منتجات غزل ونسيج، كل المنتجات. طيب تساهم في تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل للشباب. مش انا لما اعمل مصنع هعوز ناس تشتغل فيه، انا وفرنا ايه؟ فرص عمل للشباب. واحد مثلا معاه عربية، سواق على عربية، مش هيروح المصنع ينقل المنتجات دي، اهو وفرت له فرص عمل. طيب زيادة الدخل القومي. الدخل القومي يعني الفلوس اللي داخله للبلد، الفلوس اللي داخله لمصر او داخله للسعوديه او داخله للجزائر، من خلال ايه؟ من خلال الصناعه. انا صنعت حاجه وبعتها البلد تانية، مش في البلد، مش في مصر، بعتها البلد تانية مثلا، وليكن ليبيا. انا بعت منتجات لليبيا وخدت فلوس، فانا كده ايه؟ زودت الدخل القومي بتاعي. تمام؟ يبقى توفر احتياجات السكان المختلفة من المنتجات، تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة الدخل القومي. ادي الصناعة، ادي أهمية الصناعة. طيب ايه التحديات او المشاكل اللي بتواجه الصناعة بقى في الوطن العربي؟ زيها زي اي حاجة، لازم يكون في مشكلات بتقابلها. بيقول لي رغم التطور الصناعي في الوطن العربي، رغم ان عندنا صناعة، ما زالت الصناعة تواجه مجموعة من التحديات او مجموعة من المشاكل. زي ايه؟ بيقول لي نقص العمالة المدربة على التكنولوجيا الحديثة. التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة في دول بره زي اوروبا وامريكا، للأسف العمالة عندنا، الناس العمال اللي هم بيشتغلوا مش مدربين على التكنولوجيا الحديثة. ده في ناس ما تعرفش تشتغل على الكمبيوتر، ما تعرفش يعني ايه الكمبيوتر اصلا. تمام؟ ده حاجة غلط. لازم نكون العمال او الانسان عموما، الانسان العربي يكون عارف في التكنولوجيا الحديثة، يكون بيعرف في الكمبيوتر، يكون يعرف يتعامل مع التكنولوجيا. تمام؟ طيب ضعف البنية التحتية في بعض الدول العربية. في دول ما فيهاش طرق كويسة، فدي بتبقى حاجة صعبة بالنسبة للصناعة. ما عندهاش طرق كويسة، ما عندهاش مثلا، ما عندهاش كهرباء كفاية ان هي تعمل مصانع، ما عندهاش. فدي برضو دي اسمها البنية التحتية، اللي هي ان يكون عندي كهرباء، يكون عندي مية متوفرة لو هعمل مصانع وعايز المية.
دي اسمها البنية التحتية. طيب، ضعف الاستثمارات في البحث العلمي والتكنولوجيا. الفلوس مثلا مصر مش معاها فلوس كتير ان هي تستثمر في البحث العلمي. البحث العلمي ده يعني ايه؟ المعامل الموجودة اللي تقدر تعمل لي حاجة جديدة مش موجودة في العالم. في معامل مخصصة اسمها معامل البحث العلمي، دي بتخترع حاجات، تمام؟ فلازم يكون في فلوس عشان اقدر اخترع حاجات جديدة. للأسف مفيش. وفي دول تانية فيها زي أمريكا، زي أوروبا، زي الصين، بيصرفوا فلوس على البحث العلمي، على التجارب دي. يفضلوا يعملوا تجارب لحد ما يعملوا حاجة جديدة مش موجودة في العالم، يبتدوا يبيعوها للدول التانية، فيكسبوا طبعا كتير. طيب، عدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية. انت دلوقتي لو جبت من بره موبايل هيبقى احسن من اللي انت بتصنعه في مصر. لو جبت تلفزيون من بره هيبقى احسن من اللي انت بتصنعه في مصر. ليه؟ عشان انا مش قادر انافس الصناعات التانية. الصناعات التانية عندها كل حاجة، عندها العمالة المدربة على التكنولوجيا، عندها البنية التحتية الكبيرة، بتستثمر في البحث العلمي. فعشان كده انا مش قادر انافسهم. لازم ابتدي اطور في الصناعة بتاعتي عشان اقدر انافس الدول التانية. بعد كده تصدير المواد الخام بدلا من تصنيعها. اطلع بترول ببيعه زي ما هو كده، الدول التانية تاخد البترول بقى اللي اشتريته مننا تعمله في هيئة منتجات، تحوله المنتجات وتبيعه لنا تاني. تمام؟ يعني الاستك اللي انا بقول لك عليه بتاع الفلوس ده، الاستك اللي احنا بنربط بيه اي حاجة، ده احنا مش بنصنعه للأسف الشديد، مش بنصنعه، بنشتريه من بره. تخيل. لعدم قدرة بعض الدول على تصنيعها، مش قادرين نصنع الحاجات دي. بيقول لي حقائق تاريخية. تعرضت معظم الدول العربية للاستعمار الأوروبي في القرنين التاسع عشر والعشرين. القرن اللي فات واللي قبله، هنقول القرن يعني 100 سنة. القرن يعني 100 سنة، فالقرن اللي فات واللي قبله يعني 200 سنة. الاستعمار الأوروبي كان محتل البلاد العربية كلها، مصر والجزائر والمغرب والسعودية وسوريا والأردن وفلسطين، كل دول كان الاستعمار الأوروبي محتل البلاد دي. تمام؟ وكان بيسرق الخير بتاعها، بياخدوا الموارد بتاعتنا. تمام؟ حيث استغل المستعمر مواردها الطبيعية. كانوا بياخدوا الموارد الطبيعية بتاعتنا، البترول بتاعنا والحاجة بتاعتنا وكله، واضعف صناعتها المحليه. فما بقيناش قادرين ان احنا نصنع وهم يصنعوا، احنا مش قادرين وهم بياخدوا الحاجه بتاعتنا وهم اللي يصنعوا. تمام؟ طب بما تفسر بياخد المواد الطبيعيه بتاعتنا ليه وهو يصنعها عنده في البلد بتاعته؟ ليجعل الاسواق العربيه مفتوحه امام المنتجات الاوروبيه. يبقى احنا ما عندناش صناعه، يجيب بقى المنتجات بتاعته واحنا نشتريها وهو يكسب اكتر. يجيب المنتجات اللي هو صنعها عنده مثلا في فرنسا، في انجلترا، يبتدي يبيع لنا الحاجات اللي هو صنعها، اللي هو اصلا واخد المواد الخام من عندنا احنا. تمام؟ فالاستعمار ده اخر النهضة الصناعية في الوطن العربي، مما ادى الى تأخر النهضة الصناعية بها بالدول العربية حتى حصول هذه الدول على الاستقلال. تمام؟ فما بقاش في عندنا صناعة، ولا عارفين نصنع ولا عارفين نعمل حاجة، وهم محتلين البلد. فاتأخرنا في الصناعة، اتأخرنا في النهضة الصناعية بتاعت الدول العربية. تمام؟ لحد ما ابتدت الاستعمار بقى يمشي من الدول العربية، خلاص ابتدت بقى ابتدينا نصنع شوية شوية كده. وفي طريقنا
ان شاء الله ان احنا نعمل صناعة كويسة. تمام. يبقى المشاكل اللي بتواجه الصناعة في الوطن العربي ايه هي؟ نقص العمالة المدربة على التكنولوجيا الحديثة، ضعف البنية التحتية في بعض الدول العربية، ضعف الاستثمارات في البحث العلمي والتكنولوجيا، عدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية، تصدير المواد الخام بدلا من تصنيعها. ليه؟ لعدم قدرة بعض الدول العربية على التصنيع، مش قادرة تصنع. طيب يجي يقول لي ما النتائج المترتبة على تعرض معظم الدول العربية للاستعمار الأوروبي في القرنين التاسع عشر والعشرين؟ أقول له أدى إلى تأخر النهضة الصناعية بالوطن العربي. تمام. طيب نيجي لأسئلة الدرس. بيقول لي تتمثل أهم مقومات الصناعة في الوطن العربي في نقط ونقط. أقول له المقومات الطبيعية والمقومات البشرية. طيب أحد أنواع الصناعة التي تعتمد على استخراج، ما دام قال لي كلمة استخراج يبقى الصناعة الإيه؟ الاستخراجية. تواجه الصناعة في الوطن العربي تحديات، يعني مشاكل كتيرة، زي إيه؟ أقول له نقص العمالة المدربة على التكنولوجيا الحديثة. ده علامة صح أو خطأ. تقوم الصناعة التحويلية بتحويل المواد الخام من صورة لصورة. صح، بحولها، من اسمها تحويلية. طيب تساعد الصناعة في تحسين مستوى المعيشة؟ طبعا بتحسن مستوى المعيشة. تهدف الصناعات البتروكيميائية إلى تحقيق الأمن الغذائي لسكان الوطن العربي. هي الصناعة البتروكيميائية اللي هي البترول والغاز الطبيعي، هاكل البترول يعني يبقى أمن غذائي؟ لا طبعا، خطأ. الصناعات الغذائية هي اللي بتحقق الأمن الغذائي، أما الصناعات البتروكيميائية لا، ملهاش دعوة بالغذاء. البترول حاجة والغذاء حاجة تانية. طيب بما تفسر ليه انتشار صناعة الغزل والنسيج في مصر والمغرب العربي؟ ليه عندنا صناعة غزل ونسيج؟ أقول له لتوافر القطن والكتان والألياف النباتية. عندنا في مصر والمغرب في قطن وفي كتان، يبقى بعمل صناعة غزل ونسيج. طيب تركز الصناعة البتروكيميائية في دول الخليج العربي ليه؟ أقول له لتوافر المواد الخام البترولية والغاز الطبيعي بها، أو لتوافر البترول والغاز الطبيعي بها. تمام؟ في دول الخليج. طيب ليه قيام بعض دول الوطن العربي بتصدير المواد الخام؟ بصدرها كده مادة خام، مش بصنعها ولا حاجة. أقول له لعدم قدرتها على التصنيع. طيب ما النتائج المترتبة على ايه اللي حصل بعد تطور الصناعات التكنولوجية الحديثة؟ أقول له ظهور الصناعات التكنولوجية زي صناعة الإلكترونيات والسيارات. طيب ايه اللي حصل بعد ضعف الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا؟ أقول له تأخر الصناعات التكنولوجية في الوطن العربي عشان مفيش استثمار، يعني مفيش فلوس أعمل بيها معامل للبحث العلمي عشان أخترع حاجات جديدة وتكنولوجيا جديدة، زي الصين ما بتعمل، زي اليابان، زي أمريكا، زي أوروبا. تمام؟ دول كلهم عندهم إيه؟ بحث علمي وتكنولوجيا. ما المقصود بالصناعات البتروكيميائية؟ أقول له هي صناعة تعتمد على البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لإنتاج مواد تستخدم في صناعات أخرى. طيب بيقول لي لاحظ خريطة الوطن العربي ثم أجب. يشير الرقم 1 إلى دولة تشتهر بالصناعات البتروكيميائية. رقم 1 دي إيه؟ السعودية. يبقى السعودية
تنتشر في الدولة رقم 2 هنا، دي ايه؟ سوريا. الصناعات ايه؟ النووية ولا الإلكترونية ولا البتروكيميائية ولا الغذائية؟ الغذائية. الصناعات الغذائية قلنا في سوريا والأردن وشمال أفريقيا. طيب صواب أم خطأ؟ صح ولا غلط؟ رقم 3 يشير إلى دولة عربية بها مجمع الحديد والصلب بحلوان. دي إيه؟ دي ليبيا. هي مجمع الحديد والصلب في حلوان في ليبيا؟ لا طبعا، ده في مصر. ده في إيه؟ في مصر، يبقى العبارة غلط. صوب ما تحته خط. يشير رقم 4 إلى إحدى المناطق الصناعية في تونس. هي دي تونس؟ لا دي الجزائر، يبقى غلط الجزائر. اكتب كلمة صواب أم خطأ. تسهم الصناعة بالوطن العربي في توفير احتياجات السكان من المنتجات المختلفة؟ صح. العمل الجاد هو أساس تقدم المجتمع؟ صح. تعتمد صناعة الغزل والنسيج على القطن والكتان؟ صح. تصدير المواد الخام بدون تصنيع، مادة خام بصدرها كده من غير تصنيع، يشجع على قيام الصناعات المحلية؟ طبعا خطأ. عشان يكون عندي صناعات في البلد لازم أصنع المادة الخام دي، مش هوديها كده أصدرها بره مادة خام وبعد كده اللي بره يرجعها لي بقى منتجات. طيب الصناعات الغذائية تحقق الأمن الغذائي؟ طبعا صح. تعد صناعة الحديد والصلب والأسمنت أساس مشروعات البناء؟ صح. مدينة الجبيل وينبع من أكبر المراكز العالمية في الصناعات الإلكترونية؟ تخلي بالك كلمة الإلكترونية لا طبعا غلط، الصناعات البتروكيميائية تبع البترول، مش إلكترونيات. الصناعة من الركائز الأساسية لرفاهية الشعوب؟ صح. الإبداع والابتكار والبحث العلمي هما مفتاح صناعة المستقبل؟ صح. ضعف البحث العلمي من التحديات، من المشاكل يعني التي تواجه الصناعة في الوطن العربي؟ طبعا صح. إقامة المناطق الصناعية قرب مصادر الطاقة يساعد على زيادة تكلفة الإنتاج؟ لا طبعا، لما بعمل المناطق الصناعية قريبة من مصادر الطاقة، قريبة من المواني، من الطرق الكبرى، ده بيساعد في تقليل تكلفة الإنتاج مش زيادة تقليل، يبقى دي غلط. بعد كده اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. تتعدد المقومات الطبيعية لقيام الصناعة، ومنها الموقع الجغرافي ولا الأسواق ولا الأيادي العاملة ولا رؤوس الأموال؟ رؤوس الأموال دي مقومات بشرية، أيدي عاملة مقومات بشرية، الأسواق مقومات بشرية، يبقى الموقع الجغرافي. طيب تعتمد الصناعة على عدة مقومات بشرية، منها إيه؟ الموقع الجغرافي؟ لا احنا ده مقومات طبيعية. مصادر الطاقة مقومات ايه؟ طبيعية. المواد الخام مقومات طبيعية. أما رؤوس الأموال رؤوس الأموال هي المقومات بشرية. الصناعات التي ترتبط بحياة المواطن واحتياجاته اليومية تسمى بالصناعات الاستهلاكية. يرتبط البناء والتعمير بصناعة الحديد والصلب، ما دام قال لي بناء يبقى حديد وصلب. طيب أي المناطق التالية تشتهر بالصناعات البتروكيميائية؟ وسط أفريقيا؟ لا. الخليج؟ الخليج العربي هو اللي فيه بترول، هو فيه صناعات بتروكيميائية. أي الصناعات الآتية تعد صناعة تحويلية؟ استخراج الفوسفات ده ايه؟ استخراجية. تمام. استخراج الحديد؟ لا. الصيد ده مش صناعة طبعا، يبقى الغزل والنسيج، بحول القطن لايه؟ لقماش، وبعد كده احول القماش لقمصان، بناطيل، جواكت، ملابس يعني. طيب
إقامة المصانع قرب الموانئ يساعد على ارتفاع تكلفة الإنتاج ولا صعوبة النقل ولا تقليل تكلفة الإنتاج؟ تقليل تكلفة الإنتاج. بعد كده بما تفسر إيه هي أهمية الصناعة في الوطن العربي؟ بقول له تعد إحدى الركائز الأساسية لتقدم الشعوب ورفاهية الإنسان، توفر احتياجات السكان وتحسن مستوى المعيشة وزيادة الدخل القومي. طيب بما تفسر تأخر النهضة الصناعية في معظم الدول العربية ليه؟ أقول له بسبب الاستعمار الأوروبي الذي استغل الموارد الطبيعية وأضعف الصناعات المحلية. طيب ليه قيام المناطق الصناعية بالقرب من الطرق الكبرى؟ أقول له لتسهيل نقل المواد الخام وتقليل تكلفة الإنتاج. إيه هي أهمية الصناعات الغذائية في الوطن العربي؟ أقول له لأنها توفر احتياجات السكان وتحقق الأمن الغذائي للوطن العربي. طب أهمية صناعة الغزل والنسيج في الوطن العربي؟ أقول له توفر احتياجات السكان من الملابس وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب. طيب تصدير بعض الدول العربية للمواد الخام بدلا من تصنيعها ليه؟ أقول له بسبب عدم قدرتها على التصنيع، مش قادرة تصنع المواد الخام دي، فبتصدرها زي ما هي كده. طيب ما النتائج المترتبة على ايه اللي حصل بعد قيام الصناعة في الوطن العربي؟ أقول له توفير المنتجات وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل اللي هي أهمية الصناعة. تمام؟ طيب ما النتائج المترتبة؟ ايه اللي حصل بعد نقص العمالة العربية المدربة على التكنولوجيا الحديثة؟ ايه اللي حصل لما احنا مش عندنا عمالة مدربة على التكنولوجيا؟ اقول له عدم القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتأخر الصناعة في الوطن العربي وعدم القدرة على منافسة السلع الأجنبية. طيب ايه اللي حصل بعد تعرض معظم الدول العربية للاستعمار الأوروبي بالنسبة للصناعة؟ اقول له تأخر النهضة الصناعية في الوطن العربي. بعد كده دلل، اثبت الدليل على ان تهتم مصر بصناعة الحديد والصلب. اقول له انشاء مصر مجمع الحديد والصلب بحلوان، ده دليل. طيب ايه الدليل على ان تواجه الصناعة بالوطن العربي عديدا من التحديات؟ اقول له المشاكل اللي موجودة، اللي هي نقص العمالة المدربة على التكنولوجيا الحديثة، ضعف البنية التحتية، ضعف الاستثمارات في البحث العلمي، وتصدير المواد الخام زي ما هي كده. طيب دلل، تنتشر المناطق الصناعية بالوطن العربي. في صناعة في الوطن العربي تتركز فين؟ هو يوجد عدة أماكن زي شمال أفريقيا والخليج العربي وبلاد الشام. دلل، تحتاج الصناعة إلى عديد من المقومات يكتفي باثنين. أقول له أي اتنين، مقومات طبيعية زي المواد الخام ومقومات بشرية زي الأيدي العاملة. طيب تهتم المملكة العربية السعودية بالصناعات البتروكيميائية. دلل، أقول له أسست السعودية مدينتي الجبيل وينبع من أكبر مراكز الصناعات البتروكيماويات في العالم. طيب توجد علاقة بين العلم وصناعة الإلكترونيات. دلل، أقول له صناعة الإلكترونيات تعتمد على العلم والبحث العلمي. صناعة الإلكترونيات تعتمد على العلم والبحث العلمي. بكده نكون خلصنا الدرس الثاني في الوحدة الأولى. تمنياتي بالنجاح والتوفيق، مستر أحمد الباشا.